السلام عليكم، ازيكم؟ الحقيقة أنا سمعت محاضرة للدكتور مصطفى أبو سعد وعجبتني جدا جدا، وحسيت إنها مهمة لأولادنا، فقلت ألخص لكم المحاضرة في كام نقطة. المحاضرة بتتكلم عن التربية النفسية أو الصحة النفسية للأطفال. إزاي أحقق الصحة النفسية لابني، أو إزاي أطلع ابني سوي نفسيا. علشان أطلع ابني سوي نفسيا لازم أعمل 3 حاجات معاه، أو لازم أمشي في 3 مسارات. أول حاجة علشان ابني يطلع سوي نفسيا، انه يعيش في بيئة تقبله كما هو. يعني هو ابني وانا متقبلاه زي ما هو، بشقاوته بتنطيطه بكل حاجة بيعملها. اول ما ابقى عايزة ابني يتغير، واول ما ابقى مش متقبلة ابني الا اذا اتغير، واول ما اقول ان انا زعلانة عليه جدا ونفسي يتغير، يبقى البيئة دي لا تحقق الصحة النفسية للطفل. والموضوع ده مش سهل ابدا ابدا، لانه بيجيلي مشاكل اصلها هو عدم تقبل الام او الاب لشخصية الابن، وبالتالي بيتعاملوا بجفاء وبقسوة، وده بيزيد المشكلة جدا وبيعقدها. المسار التاني اني لازم احترم ابني كطفل، احترم مميزاته وعيوبه، احترم احتياجاته كطفل، احترم ان هو ليه خصائص نمو بيمر بيها في مراحل معينة في حياته. في مرحلة في حياته هيبقى زنان جدا، في مرحلة في حياته هيبقى رخم جدا، في مرحلة في حياته هيبقى حركي وعايز يكتشف وعايز يكسر وعايز يبوظ. لازم احترم ده في ابني من غير ما اطلق عليه او اوصمه بصفة معينة: ده انت شقي، ده انت زنان، ده انت كسول، ده انت فاشل. من الاحترام ان اعامل ابني كما يحب هو، لا كما احب انا. يعني مثلا طفل ما بيحبش يحكي كتير، فاحترم سكوته وما اضغطش عليه ان هو يحكي لي تفاصيل وارضى بالمختصر اللي هو بيحكيه. لو الطفل بيحب يتكلم كتير، اسيبه يتكلم واسمعه وما اقولوش بطل رغي، لاننا ساعات بنبقى محتاجين نعرف تفاصيل من ولادنا فنضغط عليهم ان هم يتكلموا. ووقت تاني نفس الطفل مش عايز لما يحب يتكلم نقول له بطل رغي وما تكلمش كتير. المسار الثالث: لازم الطفل يعيش في بيئة داعمة ساندة، غير محبطة. غير محبطة بالرسائل او بالكلام زي انت فاشل، انت غبي، انت ضعيف، او غير محبطة بالتوقعات العالية. كتير بنبقى طالبين من ولادنا حاجات عالية جدا عليهم، وده بيسبب ليهم احباط. زي ما تقول لابنك: انا عايزك ترفع راسي وتجيب 98%، انا عايزك ترفع راسي وتطلع الاول، انا مش هقبل منك اقل من كذا. دايما توقعاتي من ابني عالية، فلو ما حققش التوقعات بتاعتي هو بيحس بالاحباط. البيئة الداعمة كمان هي بتمدح الابن على انجازاته حتى ولو بسيط. المسار الرابع: اني اتعامل مع الطفل من منطلق ان الانسان يولد على الفطرة، وان الانسان خير بطبعه. وده يخليني اتعامل مع ابني انه نعمة من ربنا، مش انسان جاي ينكد عليا وينغص عليا حياتي، وانه شرير وانه مش بيسمع الكلام وشقي وزنان ورخم. فكل ده هيوصل للطفل من خلال تعاملي معاه. نتعامل كمان مع الطفل على انه حر ومسؤول عن اختياراته. دور التربية هنا تعليم المبادئ، غرس القيم، التوجيه، ولكن نديه في كل مرحلة من حياته جزء من الحرية انه ياخد قرارات خاصة بيه. مش معنى انه طفل يبقى اتحكم في كل حاجة في حياته، هتحكم في اكله، في شربه، في لبسه، في طريقة لعبه، في اختيار صحابه. ال4 مسارات دول او ال4 طرق دول لو تعاملنا بيهم مع اولادنا، ده هيضمن ان اولادنا يطلعوا عندهم صحة نفسية بنسبة كبيرة، وهيبعدهم عن كتير من المشاكل النفسية اللي بنشوفها لما يكبروا. طيب ازاي اكتشف ان ابني ما عندهوش صحة نفسية او عنده بعض الاضطرابات النفسية ومحتاج يتعالج منها؟ انه ينتقل من حال الى حال اسوأ. يعني ابني وهو صغير وهو طفل كان طبيعي جدا، ولكن كل ما يكبر هو بتظهر عليه بعض الاعراض السلوكية. المفترض الطفل لما بيكبر بينضج من الاحسن، بيهدى، بيعرف يفكر كويس. لكن في حال ان الطفل عنده اضطراب نفسي بتظهر عليه بعض الاعراض السلوكيه، زي انه يبقى قلقان، زي انه ياكل ضوافره، يقرقط ضوافره، ينتف شعره، انه يبقى عدواني. الحاجات دي كلها بتبقى مجرد انذار وتنبيه انه ابنك عنده مشكله.